أكدت جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الاثنين أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني منع أول أمس السبت سلفه عبد الإله بن كيران من إلقاء كلمته المدرجة ضمن برنامج الملتقى الجهوي الثالث لشبيبة حزب العدالة والتنمية. وهدد نشطاء في حزب بمقاطعة الملتقى إذ تم التمسك بقرار إلغاء جدول كلمة بن كيران، في حين حذر قادة الأغلبية من فك الارتباط مع العثماني إذ فتح الكلمة لسلفه. وكادت خرجات بن كيران أن تودي بانهيار الحكومة، الشيء الذي دفع الأغلبية لتحذير رئيس الحكومة من إعطاء الفرصة لشتمهم على المنصة الحزبية. ونبه العثماني شبيبات الحزب بحسب المصدر ذاته من مغبة ترويج خطاب معاد لوزراء وقادة الأغلبية، خصوصا وأن بن كيران حول المنبر من فضاء لاقتراح الحلول إلى فضاء لإلقاء الشتائم. وفي هذا الصدد أكد بوقرعي أن العثماني اقتنى فيلا خاصة عبر عملية دارت التي انخرط فيها أطر الحزب، فضلا عن الاقتراض البنكي. كما الشأن بالنسبة لمحمد نجيب بوليف كاتب الدولة بالنقل الذي اقتنى 300 هكتار بالتمارة، تؤكد صحيفة الصباح. كما أوضح البقرعي وفق المصدر أن مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم حكومة من اغتنائه ما ورثه وما اقترضه، فضلا عن المعاش الاستثنائي الذي سنه الملك لبن كيران والذي يقدر ب7 ملايين شهريا، ناهيك عن السيارة الفخمة التي أهداه إياها.